السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي من آخر فيديو كنت معاكم فيه. والنهاردة إن شاء الله راجعه لكم بموديل قمر قوي من الخرز اللولي. وزي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض سوار شيك جدا ورقيق زي ما انتم شايفين كده، بخطوات سهلة جدا للمبتدئين. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان نشوف كل خطوة في الفيديو. زي ما انتم شايفين هحتاج خرز لولي. طبعا الخرز ده كمثرى اسمه كده، ده نوع من انواع الخرز اللي بالشكل ده. احتاج معاه خيط سناره نمره 4. زي ما انتم شايفين الخرز ده طبعا يعني خرم واسع، فالخيط ده هيمشي معاه كويس تمام. ولو اي خيط تاني تخين عن كده ممكن يمشي معاه عادي. زي ما انتم شايفين ده سمك الخيط اللي معايا. وطبعا هحتاج هنا سلسله وحلقات وقفل طبعا. اسوره جميله جدا، مش هتاخد معانا اي وقت، وخاماتها كلها بسيطه جدا، مش هتكلف عليكي اي حاجه. بس انتوا تابعوا الفيديو للاخر واعملوا لي لايك واشتراك وتفعلوا الجرس علشان اي حاجه بنزلها توصل لكم على طول وتشوفوها. وزي ما انتم شايفين بقى هبتدي هنا ب3 من الخرز. احط كل طرف فيه 2، بس اهم حاجه بتوسطاني الخيط بتاعك علشان يبقى الطرفين قد بعض، ما يبقاش معاكي طرف كبير وطرف صغير. وهعدي الخيط امرره كده من خرزايه خلف خلاف زي ما انتم شايفين كده. هعديه كده زي ما انتم شايفين بالنظام ده كده اهوت. الخرزية دي كده احطها في اي طرف ونعديها كده خلف خلاف. سوار جميل جدا وسهل، وطبعا ينفع لاي مناسبة. عايزه اقول لك ينفع للمناسبات، ينفع للعرايس، ينفع لاي حد. تمام. دي كده اول كانت البداية بالنسبة للسوار اللي شايفينه ده. جاء معايا بطريقة مثلثة تمام. او بعد كده بقى هنشتغل الخطوة اللي بعد كده هيبقى سوار مربع زي ما انتوا شايفين كده. بحط برضو واحدة في كل طرف زي ما انتوا شايفين كده. في كل طرف بحط واحدة وهقفل بواحدة. انا بعمل بموديل واحد بس من الخرز اللؤلؤ زي ما انتوا شايفين كده. مش هحط اي خرز تاني. انا السوار ده هيكون بالخرزة دي فقط. يعني بسيطة جدا وشكلها شيك في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين كده. اتمنى ان انتوا تنفذوها. طبعا خطواتها كلها سهلة، هتبقى معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي بتتابعوني منين. وبعد كده بصوا هحط برضو في كل طرف كمان سوار تاني. وبعد سوري، هنحط كمان خرزايه في كل طرف. بنحط تاني طبعا خرزايه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدي بقى بصوا كده. اظن الخطوات هنا كلها سهله جدا جدا وبسيطه. اهم حاجه ان انتوا تتابعوا الفيديو وتركزوا عشان كل خطوه في الفيديو مهمه جدا ليكم. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. هيبقى معايا بالشكل ده. وبقى تقدري تعملي بقى اي لون انتوا عايزينه. في نوع تاني من الخرز ده بس بيكون مكبب من تحت كده، بيكون جنب طويل وجنب مكبب. بس السوار ده يعني الستايل بتاعه بالخرازة دي جميل جدا. ممكن تعملي من خلال برضو الخرازة دي. ممكن لو عايزة تعملي عقد بتكملي طبعا على حسب المقاس اللي انتوا عايزينه. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. الخطوات هنا كلها سهله جدا جدا وبسيطه. انا عايزه اقول لكم كمان ان انا غيبت عليكم جدا في الفيديوهات، بس معلش غصب عني وكده. فالنهارده بقى حبيت ان انا اعمل لكم حاجه جديده كده وشكل جديد من الصور. وزي ما انتم شايفين كده طلعت لكم النهارده بالطريقه دي سهله جدا جدا وجميله. بصوا بقى هنا انا هنعمل بقى الحد الطول بتاع الايد اللي انا هعمل عليه. طبعا على حسب مقاس الايد اللي انت شغاله عليه بتعملي طبعا. فالمقاس ده بقى بيرجع ليكوا، عايزين تكتروا او عايزين تعملوا بقى ايه بالطول اللي انتوا عايزينه. تمام. انا هنا هعمل الطول وبعدين نرجع نكمل. هنا انا عملت الطول اللي انا عايزاه طبعا بتاع السوار. فاضل معايا هنا واحده بالنسبه للمقاس. شايفين منظره شيك جدا وجميل. بصوا عايزين تعملوا بقى انتوا اي طبعا مقاس ده بيرجع لكم طبعا. هنا بصوا فاضل واحده، اخر واحده ده قلت اعملها بقى معاكم عشان نقفل السوار بتاعنا. سهل جدا جدا وبسيط زي ما انتوا شايفين كده. وعايزه بقى اقول لكم قولوا لي بقى رايكم في التعليقات علشان عايزه هي اعرف برضو رايكم في الصور القمر ده. رايكم طبعا يهمني جدا. زي ما انتم شايفين بصوا منظره شيك جدا اهو. عايزه اقول لكم كمان ينفع للعرايس. ينفع كمان تعملي منه عقد يبقى طقم كامل. هيبقى جميل جدا على فكره. بصوا هنا القفل بقى احط فيه الحلقه. طبعا سوار بسيط جدا وشكله شيك. اتمنى ان انتوا تنفذوه. بصوا بقى انا هنا قفلت طبعا الحلقه. وبعد كده بقى ايه هدخل الخيط السناره بتاعي
في قلب طبعا الحلقة دي، واربط عليه كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اسهل ولا احلى من كده. المبتدئين بقى اللي بيتابعونا واللي عايزين يعملوا مشروعات يركزوا بقى معانا في الخطوات دي، واتمنى ان انتوا تنفذوا الطريقه وتطبقوها. وطبعا تقولوا لي رايكم لما تنفذوها، قولوا لي رايكم في التعليقات. وطبعا قولوا لي طلعت معاكم عامله ازاي. تمام يا امارات؟ واللون بالنسبه للون قولوا لي برضو عملتوها بلون ايه. زي ما انتوا شايفين بقى انا هربط هنا، بصوا كده زي ما انتوا شايفين. هربط بقى كويس جدا، اهم حاجه تربطي كويس جدا وتقطعي بقى الخيط. والطرف اللي هيفضل بعد ما اقطع بالمقص كده، ده اعمليه بالولاعه بس بالراحه خالص، علشان طبعا الشغل ما يتقطعش منك. الجنب التاني هدخل حلقه، الحلقه دي كبيره مش صغيره. زي ما انتوا شايفين كده هفتحها بالبنزه. البنزه دي طبعا بتاعه الشغل بتاع الخرز. فزي ما انتوا شايفين كده في طبعا احجام واشكال تانية من البنزه. هجيب السلسلة بتاعتي واركبها كده زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين كده اظن مفيش اسهل ولا احلى من كده طريقة. بتركبي طبعا الحلقة في السلسلة كده. عايزه اقول لكم بقى الخرم بتاع السلسلة صغير جدا، فانا بقى بتاخد وقت عبال ما اركبها وكده. زي ما انتوا شايفين اهو انا كده خلصتها. وبعدين بقى هقطع حتة كده على قد طبعا الشرشوبة بتاعت السوار. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. انا كده بصوا خلص معايا، منظره جميل جدا وشيك. ده بقى تقدري تعملي منه اي حاجه طبعا. بصوا هنا في اخر السلسله برضو هركب حلقه كده. عايزه تركبي خرزايه، عايزه تركبي اي حاجه، ده برضو بيرجع عليكم. بصوا كده خلص معايا، منظره جميل جدا جدا وشيك. اتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، وعلشان اي حاجه بنزلها توصل لكم على طول وتشوفوه. وباي باي.